ما بنلاقي اماكن كويسه موجوده واماكن تجمعات وبنعمل المنافذ ان شاء الله يعني موجوده على طول. الحمد لله في اكتفاء، يمكن الحمد لله ما فيش احتياجات دلوقتي. يمكن الاسعار دلوقتي نزلت وامور كويسه دلوقتي يعني الحمد لله. شركه او البراند الجديد اللي هو بتاع المحروسه ده براند نازل من شراكه بين شركه المصريين للتوزيع والخدمات وشركه ميدي تريد. احنا داخلين في هذا المشروع علشان خاطر يعني ننفذ المشروع القومي لمحاربه الغلاء. نازلين، احنا فتحنا قبل كده 4 تكشاك في المقطم والخليفه، والنهارده بنفتح كشكين تانيين في السيده زينب، وبنستكمل لحد ما نوصل ان شاء الله في خلال العام اللي 2016 هنوصل ل 300 كشك باذن الله او منفذ. الاسعار طبعا اسعار منافسه واقل من السوق بيمكن اكثر من 20%، بالاضافه ان احنا ملتزمين تماما بالاسعار اللي بتنزلها وزاره التموين لجميع السلع المطروحه. اللي هو احمد رفعت، رئيس مجلس اداره شركه ميدي تريد. تمام. سياده اللواء، اتكلمنا شويه عن المحروسه، المنافذ حضرتك. والله فكره منافذ المحروسه الحقيقه تواكبت مع توجهات الدوله في توفير السلع باسعار مناسبه لجميع المواطنين، ان احنا نضرب الغلاء ونوفر السلع لجميع اهالينا يعني في كل المناطق الشعبيه والاكثر احتياجا. واتفقنا مع شركه المصريين على ان احنا نستغل جميع امكانياتهم من حيث المنافذ ومن حيث امكانيات العربيات، وابتدينا نجهز المنافذ اللي حضرتك شايفاها ديت كانت، وابتدينا نوفر السلع بسرعه يعني مخفضه بكواليتي عاليه، وبنوصل للناس في اماكنهم ان شاء الله. احنا عندنا معدات في المحافظه وعندنا اليات، ونلم الاليات ونلم المعدات. اسمك ايه؟ على محمد سيد ده. يا محمد تعالى المكتب نتكلم في الموضوع بتاعك ده، موضوع عام. احنا دلوقتي في المنفذ في المنفذ بقول لك ايه، نوفر